لينكن كو ال 900 او ال 900 الاشهر عالميا في الفئه دي، العربيه اللي عليها ويتنج ليست وحجوزات في اوروبا وعامله قلق جامد حتى في بلدها وبلد منشأها الصين. دي اول تجربه مطوله حصريه ليها في الشرق الاوسط معانا، وصلت مؤخرا على ايد توكيلها عز العرب واتسلمت كمان الدفعه الاولى. ليه العربيه دي مهمه وليه العربيه دي الاشهر وليه العربيه دي الافضل اداء؟ هقول لك كل حاجه في اطول تجربه ليها في اليوم ال 12 من تجربتها. لينكن كو 900 او 900 العربيه اللي معايا بقى لها 12 يوم. عربيه كبيره وثقيله وذات ثقل في فئه العربيات دي، العربيات الاول ويل درايف، كمان فول سايز اس يو في، عربيات كامله الحجم، عربيات ضخمه طولها يتجاوز ال 5 متر 200. يعني عربيه زي دي 5 متر 240، قاعده عجلات 3 متر 160 عشان تقدر تتخيل الحجم. عربيه ضخمه جدا كامله الحجم من الفئه ذات الثقل يعني. تمام. ثمن العربيه دي كده عشان تبقى عارفه من بدايه اللايف المعلن اللي خدتها يوم التسليمات 3 مليون 890 حتى تلك اللحظه، يعني الله اعلم. وتم تسليم الحاجزين بالسعر القديم المتفق عليه، ودي حركه محترمه صراحه. 130 واحد حاجز، كان معظمهم شاف الفيديو بتاعي اللي بيبشر بوجود العربيه دي قبل ما تنزل فعليا، وكنت انا عملت فيديو وقلت ان العربيه دي نازله قريبا، فمعظم الناس عرفت انها نازله عن توكيلها عز العرب، نفس وكيل فولفو ولوتس وفراري واستون مارتن وواحد من وكلاء مرسيدس والفا روميو وجيب ودي اس وعربيات كتير قوي. يعني هو وكيل العلامات البراندات التقيله وسمارت فالناس راحت حجزت، ويومها تسلم 130 واحد بالسعر القديم المتفق عليه 3 مليون 750 للنسخه الالترا، اعلى نسخه اللي معايا الكامله، اللي بتنزل كمان بباكج ما بتنزلش في العربيات النسخه الاستيراد الصيني، زي ان العربيه دي هيتواجد فيها سوفت وير الشرق الاوسط والابل كار بلاي. يعني تمام، ده مستحيل تلاقيه في العربيه الصيني ومستحيل ينزل لك كمان. لكن التوكيل عمل حركه شيك قوي تزامنا مع طرحه للعربيه، هيبيع ضمان وهيعمل للناس اللي استوردت العربيات خارج التوكيل سوفت وير. نتمنى من كل التوكيلات تعمل ده. طيب نرجع بقى لاسم لينكن كو، الاسم الضخم الاسم القوي ده. لينكن كو اعتبرها فولفو الصين، لان التكنولوجي كلها شراكه ما بين جيلي وما بين فولفو في انتاج العربيات دي. هتطرف واقول لك رغم ان نفس وكيل العربيه دي هو وكيل فولفو ويمكن يزعلوا، انا بشوف في عربيه زي دي فاليو فور ماني يمكن مش موجود في عربيات فولفو حاليا. عربيات فولفو في السيفتي والشياكه والاداء والاناقه واللطافه والامان وكل حاجه بتقدم طبعا قيمه كبيره واسم قديم محترم، اخترعوا حزام الامان يعني السيت بيلت، يعني ناس لا غبار عليهم. لكن بقيت اشوف ان الشقيقه اللي خارجه ومنبثقه عن عباءه فولفو دي بتقدم فاليو فور ماني رهيب. طب نروح للعربيه دي بقى ومنظومتها بعد ما قلنا نبذه كده عن ايه الشركه واللي تمتلك ايه. جيلي ولينكن كو هي وضعها ايه في الشركه، ويكفي ان انا اقول لك العربيه دي عليها حجوزات في اوروبا ويتنج ليست، وفي الصين الشهر اللي قبل اللي فات بايعه 8000 عربيه في شهر واحد، كميه مبيعات مهوله. عالميا هي وسط منافسيها الاكثر مبيعا وشهره عالميا، عشان تبقى عارف ده كويس فتحطه في حسابك يعني. العربيه دي بقى عربيه بتيجي بمنظومه البلاجن هايبريد، فيها موتور 1500 تربو بنزين وموتورين كهرباء ضخمين جدا كبار موجودين على محاور العجلات الاماميه والخلفيه. المجموعه دي منتظمه ومجتمعه، بدل ما اقعد اقول لك كام كيلو وات وتتلخبط مني وده 1500 تربو وارقامه مش يعني هتتلخبط مني. بتخرج 711 حصان و1000 نيوتن متر عزم، رقم مهول، رقم منعكس على الاداء لحظي. انت بتشوف انستنت تورك لان العربيه بتميل لاستخدام المواتير الكهرباء بشكل عالي جدا، وده اللي يفرق هشرح لك دلوقتي، ده اللي يفرق الريف او الاكستندد رينج عن العربيات البلاجن هايبريد. العربيات البلاجن هايبريد هتلاقي مواتير البنزين بتتدخل على السرعات العاليه وعدد لفات المحرك العالي علشان تمسك الحركه وتقدر تكون عامل مساعد، ما تلوسش باور وما تفقدش باور، زي وجود المواتير الكهرباء اللي بتبقى معمول لها ليميت في السرعه شويه. يعني تجد منافسين العربيه دي مقفولين عند مثلا سرعات زي 180 و190 كيلو. العربيه دي انا يعني عشان اقدر اشرح لك مدى قدره العربيه دي انا قدرت اتخطى 220 كيلو في طريق فاضي للتجربه، محدش يعمل كده يا جماعه، ومش هطلع لك ده دلوقتي عشان ما اكونش بدعو لده. انا تخطيت ال 220 كيلو والعربيه مش مقفوله، العربيه قادره تدي يعني. فهنا الموتور البنزين بيتدخل وما بتلصش باور يعني تمام، وهو بيبقى عامل مساعد
مع المواتير الكهرباء. في كمان بطاريه كبيره في العربيه دي، مش صغيره، 46 كيلو وات، بتقدر تدي 220 كيلو مدى كهربائي خالص، فتقدر تمشي بالمدى الكهربائي للعربيه دي. انا خدت مدى حقيقي برجلي الطرشه يعني 180 كيلو، والمدى اللي الشركه قالت عليه 1350 كيلو، خدت بنص شحن البطاريه مع تفويله البنزين، خدت حوالي 1050 كيلو. فانت تقدر تاخد احسن من ده. ده رقم رائع ومتميز، رقم جيد جدا 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 تاخده من عربيه قرب 3 طن، باكسلريشن وتسارع واداء حاضر على كل يعني الظروف وكل المواقف اللي ممكن تتحط فيها. العربيه دي اكسلريشن من 0 ل 100 الحقيقي معايا 4 ثواني و8 من 10، رقم ما بتقدرش بعض العربيات الاكزوتيك والكثير منها توصل يعني. تمام، انت بتتكلم في عربيه عائليه حجم كامل. فانا حابب اقول لك ان هنا الفتيس كمان الديديكيتد هايبريد ترانسميشن، او الفتيس الثلاث سرعات الشهير اللي بيركب على الانظمه دي، البلاجن هايبريد وبعض العربيات الهايبريد كمان، متميز جدا في الموضوع ده، واعتماديته رائعه لا غبار عليها، عامل زي الفتيس السنجل بتاع المواتير الكهرباء. فانت هنا حته انك تشيل هم الفتيس، مفيش الكلام ده. مواقع حركه العربيات دي اعتماديه جدا، كمان اداؤه متناغم جدا، بيفهم لان الانستنت تورك والاشاره بتروح للعجل على طول من مواتير الكهرباء. فانت واخد منظومه اداء هلاميه توفيرا واداء، مش هتاخدها من عربيات ب 15 و20 مليون جنيه حرفيا يعني تمام. انت واخد اداء رائع يعني في عربيه زي دي. خلينا بقى نقول ادي المضمون اهو، عشان ما تقولش انت جاي تتكلم عن اوبشن بس ورفاهيه بس. لما نروح بقى لحته الخامات، حدث ولا حرج، حدث ولا حرج حرفيا. العربيه دي كل خاماتها مزج ما بين الالكانتارا والجلد النابه، ويعني كل حاجه ممكن تتخيلها في انك تشوف خامه رائعه، لدرجه ان الجزء السفلي من الباب عكس كل العربيات اللي بتيجي او اللي بتبقى متواجده، حتى عربيات فخمه واعلى من كده سعرا ب7 و8 مليون جنيه، مش بلاستيك، متغلف هو كمان بالجلد. فيعني العربيه ما فيهاش حته الاحساس الداخلي للبوكت اللي في جنب الباب، قطيفه مع جلد هو كمان، ما فيش حته سايبينها في العربيه دي تعرف تلمسها تقول دي بلاستيك. مزج ما بين البيانو بلاك والكربون فايبر الحقيقي حتى في الكفر بتاع الكاب هولدرز، والكلام ده ممتد لورا. عايز اقول لك ان الخامات حدث ولا حرج. ايه اللي يميز العربيه دي عن مثيلتها؟ مستوى عزل محترم جدا 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 جدا، لان العربيه دي بتخطفك احيانا للجري للاسف من الموتور النشط ده، فتلاقي نفسك ماشي على 150 ويا دوب شويه هواء بساط قوي من عند المرايات اللي تصميمها والديزاين بتاعها عشان الايروديناميكيه رائع، طايره كده ومتسابه لوحدها ومش خارجه من القايم ولا الكلام ده. فالعربيه شكلها في حته المرايات دي رائعه، شويه هواء بسيط قوي اللي هتسمعه من اي عربيه في الدنيا، وهنا اقل من اي حد عشان الخامات دي. فعزل العربيه دي اديله 8 من 10 وسط مثيلتها. عايزه ايه يا حبيبتي؟ عايزه فلوس. عايزه ايه؟ مش سامع. عايزه ايه؟ خارجه مع اصحابي. ناموس ناموس، ما تجيب ما ترشه، ما اعمل ايه؟ شايفين يا جماعه العزل بتاع لينكولن كوبي يوديك في حته ثانيه. عايزه ايه يا حبيبتي؟ لا حول ولا قوه، ما كلنا عايزين يا بنتي. لا ايه؟ ايه؟ تيوس ناموس ايه؟ ما مش عارف، مش سامع. شايف يا جماعه العزل؟ لا راحت في حته ثانيه. عزل العربيه دي رائع 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 لو هتسالني عن الحته دي يعني. طيب لما نروح للباكج اللي بتقدمها العربيه، في الامان حدث ولا حرج. وحصلت حركه حلوه جدا ان التوكيل جاب العربيه بلايدار اللي بيكشف قدامه بتاع لينكولن كو، اللي بيكشف قدامه مع الرادارات الالتراسونيك والكاميرات الكامله، بيكشف قدامه مدى يصل ل 300 متر علشان الاكتف سيفتي، وعشان يقدر يحافظ على اللين كيب اسيست، وعلشان كمان القياده الذاتيه اللي هنا ستيج 3 بسبب وجود اللايدار، وكمان علشان يقدر يشوف الاشخاص ويتفادى ويفرمل في الوقت المناسب لو انت مشغل ده، ولو انت حابب ان ده يبقى متواجد معاك. فالصراحه شفت يعني مستوى رائع من الامان مع اللايدار في العربيه دي. وكمان كل مجموعه الاداس موجوده، الاوتو بارك موجود، العربيه طبعا بتركن لوحدها. مستوى بقى الاوبشن بعد ما نيجي، لان طبعا عدد الايرباجات كامله في العربيه دي، وكل حاجه ممكن تتخيلها في الامان. سوفت وير كله هيبقى شرق اوسط، الدنيا كلها هنا. العربيه دي نفس النسخه اللي هتروح الخليج بعد كده، وهتروح كمان اوروبا اللي عليها ويتنج ليست يعني. تمام. فنروح بقى الباكج الاوبشن في العربيه دي حدث ولا حرج. مساج في كل الكراسي حتى الكرسيين الاخرانيين لحد الكرسي السادس، ده برضو مش هتشوفه في حياتك.
تبريد وتسخين لكل الكراسي حتى الكرسيين الاخرانيين، تحكم في مستوى ارتفاع وميل الظهر بتاع الكراسي حتى الكرسيين الاخرانيين بوحدات تحكم منفصله، شاشات 30 انش قدامك و30 انش خلفيه في اكبر شاشات موجوده حتى الان في عربيه زي دي، وموضوع يعني كبير قوي زي ما بحكي لك كده يعني. وشاشه هنا صغيره حوالي 8 انش بتتحكم في فتح الثلاجه والميكروويف، السيتس والتبريد والتسخين، تشغيل المساجات الخلفيه لو عايز تشغلهم الكتروني، حاجات كتير جدا من الاعدادات بتاعه العربيه، قفل وحدات التكييف اللي بتصل للصف الثالث طبعا اللي هي فتحات التكييف بتاعه العربيه، ممكن تتحكم في حاجات كتير جدا من الشاشه الخلفيه اللي وراك دي، غير الشاشه 30 انش اللي بتقدم انترتينمنت محترم جدا وممكن تعمل عليها بروجيكشن وتعرض شاشه الموبايل، وكمان هيشتغل عليها الابل كار بلاي بعد كده مع السوفت وير الجديد. شيء رائع يعني موضوع رائع. كمان العربيه دي مميزه بالكراسي اللي بتلف 180 درجه، تقدر تاخد حد مثلا، كنا حتى عملنا ريل للضحك كده والكوميديا، ولكن هو مش الهدف المقصود من الكراسي وظيفتها كده، تقدر تاخد حد من كبار السن او من مصابين الام الظهر او الكلام ده، او عندهم مشكله لا قدر الله يعني، او من ذوي الاحتياجات، تاخده لحد ما تركبه العربيه يطلع على السلم او تحطه على السلم بكل سهوله، والكرسي ياخده ويدخل بيه ويسهل عليه الدخول تماما ويسهل له كل حاجه. فالموضوع رائع. وكمان تقدر تقلبها 180 درجه علشان تبقى مقابله لو حضرتك عايز تعمل ميتنج، عايز تقعد مع حد وتشرح البرزنتيشن مثلا على الشاشه اللي وراك، او توري حد حاجه او بيانات او قصه معينه في شغل او الكلام ده، وتبقوا قاعدين 4 افراد مقابلين لبعض بتعملوا اي حاجه. ممكن تحط ترابيزه وتاكلوا، تلعبوا حاجه، تعملوا حاجه، ممكن تشغل بلاي ستيشن، ممكن توصل البي اس بي وتلعب على الشاشه اللي قدام او اللي ورا. موضوع كبير جدا 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 من المتعه والرفاهيه في العربيه دي يعني بصراحه يعني. بتقدم حاجات كتيره جدا 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 من البنفيتس اللي ممكن ما تبقاش انت متخيل ان دي موجوده في عربيه. الاثنين طبعا الشحن الوايرلس بالبادز بتاعتهم، ومراوح التبريد للموبايلات وهي محطوطه عليهم، الاير سسبنشن في العربيه دي المتغير الادابتيف، ممكن تتحكم في ارتفاعه وهبوطه مع فتح الباب عشان يسهل الدخول، وكمان بيتغير مع الطريق ومع عمود القياده. وعايز اقول لك ان العفشه هنا هم مسمينها الاخوه الصينيين كعادتهم يعني في عربياتهم الثقيله ماجيك كاربت سسبنشن، وده حقيقي هو سحري، هي سجاده سحريه فعلا، رائعه 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 مع عربيه بالقدرات دي والتسارع ده. وممكن كمان تهبط العفشه لمستوى وطو غريب انت ما شفتوش في حياتك قبل كده، مع انك تدوس على مستوى الانخفاض او الارتفاع في الزراير اللي في الشنطه. فالموضوع يعني في العربيه دي مش عارف الاقي حاجه كان المفروض تبقى موجوده في عربيه واتنست. الناس حتى حاطين هيدز اب ديسبلاي 96 انش بتظهر قدام حضرتك على الازاز، موضوع قوي جدا 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 جدا، بتظهر بيانات كتيره جدا، حتى في انيميشن بيظهر لما تكون مشغل مزيكا وواقف عشان يسليك لو انت واقف منتظر حد، او الكلام ده ما بيظهرش الا في حاله الوقوف بس عشان ما يشغلكش عن الطريق. يعني شكل لطيف كده بيطلع يرقص مع المزيكا، يعني مش سايبين حاجه. النافيجيشن بيظهر لو شغال، وكمان البلايند سبوت، وكل حاجه بتظهر قدامك على الهيد اب ديسبلاي الرائعه الجباره دي. فيعني ما فيش حاجه ناقصه. شاشه بيانات قدامك صغيره طبعا عشان تظهر شويه حاجات عن استهلاك البطاريه وعن اللي متبقي من البنزين، وعن كمان التاير بريشر مونيتورنج سيستم. انا مش لاقي حاجه فعلا ناقصه. حتى الساوند سيستم اللي هنا رائع وعجيب، هارمان كاردن 31 سماعه بيخرج صوت هيمتعك وهينشر دولبي، وكمان باي دولبي اتموس. فيعني الصوت رائع وفوق الوصف، مش عارف اوصف حاجه تانية غير كده. انظمه المساج اللي في العربيه كبيره جدا جدا جدا، اكتر من 10 انظمه لكل كرسي عشان تتبسط وعشان تريح نفسك، وعشان يعني انا مش لاقي حاجه اقدر اقول ان العربيه دي مش فيها. حتى قدام حاطين شاشه ممكن تكتب اسمك، ممكن تطلع شويه حاجات. انا ما بحبش الكلب اللي بيلعب ده الصراحه، ده تعليق على العربيه دي. الكلب ده لازم ممكن تقفلها طبعا برضو مع الابديت بتاع السوفت وير الجديد. ممكن تطلع عين تلعب معاك وتمشي معاك بتاع. حاطين حاجات للانترتينمنت وللمتعه، بتقول لك ان العربيه دي مش جايه. العربيه دي حتى بشياكتها ولطافتها دي، العربيه دي قادره تأدي جدا في الاوف رود، لان العربيه طبعا على
مواتير دفع كلي زي دي بعزم هائل زي ده 1000 نيوتن متر عزم، فقادره تأدي في نفس الوقت في الشياكه موجوده معاك وفي الدلع موجوده معاك. فالعربيه في كل المستويات رائعه، وفي التوفير كمان موجوده معاك. بالسعر ده اعتقد ان العربيه دي حقيقه قد تجد مثيلات ليها اكتر ب 10 مليون جنيه مثلا، ومش هتاخد منهم اللي موجود في العربيه دي. ممتعه، مريحه، تجربه حلوه. مش عارف اطلع عيوب قويه في العربيه. عربيه هتبهر اي حد. هتقول لي كل الريفيو مميزات، ده حقيقي والله، انا مش بمثل يعني. انا راجل ممكن اكلمك يعني في بعض المثيلات قلت مثلا مستوى العزل متوسط، كان ناقصنا كذا، كان ناقصنا الهيد اب ديسبلاي، فين الثلاجه، فين الكذا، فين البتاع، ناقص شويه اوبشن، ناقص شويه حاجات. هنا انا مش عارف اطلع عيب، مش عارف اطلع مشكله، مش عارف ما الاقيش حاجه. يتبقى ان الشكل ده اذواق، ممكن يعجبك شكل العربيه دي، ممكن يعجبك شكل منافس ليها، لكن اللي انا بديهولك مضمون وقيمه العربيه دي قد لا تجده في سيارات اخرى. رائعه الاداء، ممتعه الاداء، رائعه العفشه والسسبنشن، رائعه مستوى الجلوس، رائعه القياده، رائعه الترفيه، رائعه الاوبشن والامان، ووجود الليدار حاططها في حته تانية. ما كناش بنحصل على الميزه دي الا مع العربيات الاستيراد نسخ الصين، وللاسف ساعتها تلاقي سوفت وير منيل، وتلاقي عربيه ملهاش ضمان والكلام ده. مع توكيل تقيل عربيه اتصعبت كويس مقارنه بتسعيرها اللي موجوده بيه بره. وان العربيه بتدفع جمارك تتخطى ال 40%، لانها بلاج ان هايبريد، هي مش زي الريف بتدفع فقط 25% اجمالي، لا العربيه دي بتدفع حوالي 44% اجمالي. فبصراحه فاليو فور ماني العربيه دي، وعشان كده عليها حجوزات كتير جدا، تخطت ال 400 عربيه دلوقتي. ونتمنى تواجدها بكميات طبعا، لان عربيه زي دي هتضيف فاليو للسوق المصري كويس جدا. شكرا، وكان معاكم محمود خيري في اول تجربه تفصيليه للرائعه لينكولن كو 900.